تاكل انت؟ اي عادي ما فيها شيء يا اخي وحش. نعمة يا اخوي عادي، ليش تردها؟ والله الواحد بعض الحين يدور دعوه بساط قال شخص. أنا أخذ على قد الحاجة، مثلا ما كفى أطلب زيادة. هذا من المتبرعين المطاعم كلها وفنادق. 3 4 5 ارفع صدرك. خذ اذا ما كفاك ارجع خذ لك شوي وارجع كله. ولي تسمح لي اتلقف هنا شغله؟ ايه طيب بتلقف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير ومسرة مشاهدينا الكرام. ما عرفتوني صح؟ العلم اللي حاطه ترى اللي يصور واحد دب. بس إنه يا جماعة ترى أنا الفترة الأخيرة صرت أتعرض للعنف، يعني أسامة يتهجم علي بحكم إنه أنا وزني قل وكذا، ما أقدر أدافع عن نفسي. والله وحشتونا، والله رب الكعبة وحشتونا يا جماعة الربع. من يسأل، من يقول وينكم، ونقول لكم ليش تأخرتم. إحنا وصلنا بسبب سؤالكم ودعمكم وتواجدكم معنا، إحنا وصلنا واحنا فخورين وسعيدين بتواصلكم وسؤالكم عنا. بالمناسبه ما اخفيكم، خليني اعلمكم السالفه. عبد المجيد علي مشرف القناه عرفتوه؟ انا ما كلني صراحه، لا انا والله انا مشتاق لكم وكذا، بس ان الرجال دخل علينا بعصا، جمعنا في غرفه حطنا قال قال اطلع اشتغلت وياه يلا. فاحنا طلعنا واحنا راضين، حتى لو ما حطني في ظهري بس ما في مشكله، انا راضي لاني مشتاق لكم صراحه، بس لا يطق بقوه، قولوا له بشويش. طلعنا وبدينا موسمنا وبفكره جديده مختلفه تماما عن المواسم السابقه. احنا في الاصل راح نطرح مشكله، راح نضع حلول، انتم بتسردونا في التعليقات ونسمع منكم وبنطلع بمزيج كلنا راح نستفيد منه. خلونا نبدا. دوخت امي انت قاعد رايح جاي، اثبت يا ابن الحلال. صح انا اسف والله مو قصدي، بيضربني يا جماعه. اهلا بالجمال. جمال أنا؟ انت الجمال؟ أنا؟ اي نعم. لا والله استغفر الله، ظلمت الجمال. انا والله اشوفك في عيني جميل. لا والله الله يجملنا عند الله وخلقه، والجمال جمال الأخلاق والتعامل ومخافة الله أول شيء. احنا قاعد نطرح شيء له علاقه بالهدر الغذائي. اخوي محمد دخل المطعم ممتاز، واحد اكل له حبه دجاجه وحطها في كيس قال اخوي الله يحفظك انا والله اكلت واخذت حاجتي وهذا والله نظيف، سم تاخذها منها ولا لا؟ أخذها إذا كانت ما قربت. إذا يعني المشكلة اللي عندنا وش هو؟ الأسلوب الأكل عندنا يعني يبغى له تعدل أسلوب الأكل. المفروض إنه لما يجي أكل أغرف في صحن، خذ على قدك وخذ ثانية. حتى في الأكل البيت أشيل ملعقة على قدي وأكل، مو بأجي ألخبط الدنيا كلها أحط كلش بعدين يبقى لي ما حد متقبله. والله إني أحطه ونغلفه ونوديه مثلا عمال ومع عمال وحق المحطة نوديه، والله ما نكبه. حتى بقايا الخبز نجمعها ونوديها. أسلوب الأكل عندنا لازم يتغير، معليش هذا الصح عشان أتقبل أنا وأنت. لميت حلقتنا كلها في كلمتين قلتها، فوالله وجودك معنا إضافة حقيقية لهذه الحلقة. نعمة لازم نشكرها ولازم نحافظ عليها. النعمة زالت عند ناس واجدين، والله يرزقنا وياكم الشكر. النظر نعمة والسمع نعمة، يعني أنعام كثيرة لكن ما نحس بها لين تروح. وجيت دخلت المطعم كذا، واحد أكل وخلص وباقي في أكل، قال لك عبد الله والله إني أكلت شبعت وهذا أكل ما حطيت يدي فيه، خذه بتاخذه منه ولا لا؟ أنا والله ما أخذ. ليش طيب؟ هو عادي، شوف إذا هو نظيف وكل حاجة عادي، بس والله ما أكل كذا. صكت في راسك قلت انا بطلع، وش بتسوي يا ابن الحلال؟ عازمكم على المطعم. اذا دخلت المطعم عبيت السفره كلها كامله، هل الموضوع تعبئه السفره كلها كامله؟ من عاداتي يا بالشركة، وش عاداتك؟ اخذ اللي حاجتنا بس، الزود اللي يزود عاد اعطيه، ادور احد ياخذه، ما اخليه في ليش؟ ليه؟ والله كذا ما يجوز النعمه، لانه ممكن تنطل في الزباين، وفي أسوأ الاحوال اني افرشه وعلى قولتكم كان بعيد تاكل منه الحيوانات. بدل ما تطلب خذ الاكل هذا وكله تاخذه. لا والله ما كان خذيته. ليه؟ يمكن اخذها طول العمر تصدق بها على شخص ثاني، انا ما اكل بعد اي شخص للامانه، عاده عندي. ولا ممكن في اشخاص ثانيين ياخذون؟ ممكن عادي ياخذون، هذه نعمه الله سبحانه. الشق الثاني، قد رحت مطعم وبقى اكل، اشوف اي واحد على طريقي واعطيه، عامل اي حد، هذا دارج عندك السلطان؟ اي والله على طول للامانه. ما تخلي؟ قسم بالله ما اخليه. ليش؟ معروف المطاعم مش بيعطي شخص ثاني غيرك، لا بيروح يكبه. انا شوف الصدق انا ما اعطيه الا عمال، لاني عارف اكثر بحاجه اللي هو العامل، اللي باقي واضبطه بالحلال في الصحون واعطيه. في حلول ممكن نسويها؟ في رايي انا اشوف ان كل مطعم لو يحط فكره يا طويل العمر انه بعد كل وجبه يكون في هناك طويل العمر زي اللجنه متخصصه، بعد ما يخلص يحطونها في اكياس ينظفون يضبطون يوزعون على الخلق. بس وريني اللقطه حقتي كيف جبتها مضبوط ولا بالله صورها. لف خلي شوف كيف؟ والله قفطنا. ها؟ لا تعلم احد. لا. واحد الاكل مطبق وخلص، يعني طلب واحد وباقي نص خذ يا عادل بتاخذه؟ عادي بشيله ما فيها شيء. ليش تاخذه؟ ما فيها شيء عادي، بدل ما يطشه هو. طيب جاء الرجال اعطاني بس اني بقوم اشيله، لا بس هو جاء اداني ما في مشكله. تاكل انت؟ اي عادي ما فيها شيء. يا اخي وحش. نعمة يا اخوي عادي، ليش تردها يا اخي؟ اليوم انا بعد تغديت زي كذا طلبت نص دجاجه وقمت والله العظيم من النص بنيان، قسم بالله اني افكر اني زي نفس اللي قلت انت،
واحد يدخل بقول له تعال يا اخي كمل النص ذا. طيب وش الحلول اللي ممكن نسويها عشان نخفف الهدر؟ في بالك حلول معينه؟ لا حرشديه كذا عادي ما فيها شيء. وين تكون من يسويها مثلا؟ اي عند المحاسب نفس الكاشير برضو ربات البيوت وزي كذا. احنا قناتنا اسمها عنب يا عادل. اي لا لب العنب كله يا شيخ. طفكم ترى انتبه. راي مع السلامه. رجال دخل المطعم وطلب طال عمرك 3 شاورما، اكل 2 وباقي معاه في الكيس 1. والله اني تعشيت وخلاص، وهذا 1 خذها انت كلها. اتقبلها. ليش؟ لانه خلاص هو اخذ حاجته وطبعا زي تكون انه ما عاد يبي هو. تاكلها عادي. عادي، وش المشكله؟ السؤال الثاني، طلبتوا اصناف معينه زاد الاكل، وش اللي بيصير؟ ناخذ البقايا الاكل ونعطيها المحتاجين. هل هذا دائما يصير معك؟ نعم والله. طيب ليش ما نوصل لمرحله في ثقافه مساله والله خليني اطلب قدر حاجتي، يعني اعطيني قطعتين بدل ما تعطيني 4 قطع. انا اخذ على قد الحاجه، مثلا ما كفى اطلب زياده، هذا عندي انا. تاخذه منه وتروح تاكله؟ صحيح. ليش؟ نعمه. طب اكله هو طيب. حتى لو اكلوا عادي. ما تقول لي قرف. لا مو بقرف، انا عندي مو بقرف والله صراحه. اي والله. طب وش السبب اللي يخليك تاخذه؟ والله يا اخي توفير بوفر. في المطاعم دائما الرز يزيد. والله اخذ الطلب صراحه باللي يجيني. طب تخلصه كامل؟ والله لا والله صراحه. يبقى؟ والله يبقى. دامك انت دفعت حقه فانت مسؤول، طلع من ذمه الرجال لذمتك. في حلول ممكن نسويها يا ابو حميد؟ خليه يقلل نسبه الرز. حلو. على قد اللي باكلها انا. يا سلام. اتمنى المقطع ما يوصل للزلابه. يا معشر الزلابيين لا يوصل لحد. يزيد بسألك سؤال، الحين لو واحد دخل المطعم وطلب 3 شاورما مثلا وباقي في الكيس 1، حصلك برا قال لك خذ، تاخذه؟ باكله. ما تقول والله ايش ذا القرف، انا ما اخذ منك، انا اشتري بفلوسي. لا اخذ معي يعطي المحتاجين. طيب اذا بقى من الاكل في المطعم؟ اذا خلاص بحب اخذ طر السفره واعطي البساس. تعطي البساس وتترك الاوادم؟ نص للبساس نص لهم. يا حبيبي. واللي معك من؟ هذا اخوي. وش اسمه؟ اسمه محمد. قل له تعال. تعال. يمكن يتفشل ولا شيء، قل له تعال. لا لكنه لا هو ما يبيجي انه زلابه. لا صح. لا مو لا. الحين يا محمد اللي جيت تثبت عليك. اكل منه نص باقي نص، تاخذه؟ لا عادي باخذه عشان ما يذبه ولا، وعادي انا يعني بطلب انا حاجتي مقضيه وجزاه الله خير، يعني ما يبي يذبه الرجال. دخلت المطعم بتعبي الصفرة بكل ملذ وطاب؟ الصدق لا والله، ما ناخذ قد اللي احنا ناكله. من فين جتك الثقافة هذه؟ من امي الله يرحمها، كانت انسانة ما تحب انها تبثر، كنا نزعل منها نقول شوي قليل، قالت لا ولا يروح للزبالة خسارة، بكرة بتحتاجونه. كان مثل دائما تقولها لي احفظ قرشك ليومك الأسود. أعطيني حلول، أعطيني واحد. أقل شيء زي الحين الزواجات، شوف عدد المعازيم اللي جايين ويسوي على قدهم، صدقني ما راح زي الحين لا صار فيه ميز مفتوح وذا، خذ جمع من هذا ومن هذا من هذا، كلا نصه وخلى الباقي قام وخلاه. خذ إذا ما كفاك ارجع خذ لك شوي وارجع كله. هذا اللي قاعد يعبي الصحن، تتوقع ياكل بعينه ولا ياكل بفمه؟ بعينه والله. يا جعل عينه مالي بقايل. العافيه جعل العافيه. ايش راح تسوي؟ تاخذها؟ ما اقبل اخذها، لكن انا شوف تصرف كويس يعني، حتى لو الانسان بيستحي انه ياخذ، بس هو شيء كويس احسن من الهدر يعني، ما يب حرام ولا عيب. انت بتاخذها ولا لا؟ سؤال. لا ما اخذها للامانه، انا ما استحي اخذ من حاجه من حد. انا لو اخذها بعطيها للقطه وبعطيها لاي شيء، بس عادي ممكن اخذها منه واعطيها للقطه، اعطيها بشر قدامي، اعطيها لاي حد شايف انه محتاج. انا مع اي شيء انه هو مثلا عدم هدر النعم. ليش ما يكون عندنا كنترول اني انا اعرف اخذ قدر حاجتي واكلها والحمد لله يا رب. ممكن الهدر في قصر في شيء زي كده، لكن العامل دائما ابدا، لانه برضه دخل العامل محدود. نسبه الهدر بسيطه عند العامل، لو كان عامل واحد بس. كم عدد العمال في المملكه العربيه السعوديه؟ لو جمعت الهدر البسيط على البسيط، لان البحث الصغير ما يبني الجبال كامله. انا اعيد واكرر انه صاحب القرار في هذا الموضوع هو اي شخص يطلب الطلب، هو اللي دفع، هو اللي بياخذ، هو اللي بيتحمل. وش سر اختيارك الالوان هذه؟ هذه والله من اختيارات الوالده. منك. وش اسم الوالده؟ ام ساهر. تستحي تقول اسم امك يعني؟ نص ونص. يا ام ساهر، الولد وسخ السروال، عدمه، شفت تشتري الطقم وقاعد يشقشقها على هذا السيكل. وش رايك في هذا الكلام؟ جميل. اذا دخلت المطعم تطلب سندوتش ولا تطلب يعني وجبه كامله؟ اذا انا لي حالي لا سندوتش. تاكله كله ولا يبقى منه؟ ابقي منه، يا اروح البيت اعطيه لاخوات اختي الصغيره، او اروح البيت اخليه في الثلاجه اليوم الثاني اذا كنت جيعان اسخنه واكله. بعض الاحيان اذا كان مثلا زي كذا بناكل رز وما ادري ايش ناخذ الاكل، اذا كان زياده نطلع بساس منها نكسب اجر. في حلول ممكن نسويها؟
يعني نقتصد. الحين لما نطبخ من أكل البيت مثلا زي كذا، نطبخ من أكل البيت فحيكون يكفينا لعدة أيام. ممكن نطبخ قدر يعني في قدر ضغط زي كذا رز وما أدري إيش، ناكل يمكن اليوم الثاني ناكل، الثالث ناكل لين ما ينتهي وزي كذا. ما تغديت؟ لا. وش أكلت؟ رز واكل خيار. إذا أكلت أكل وبقى أكل زايد وش تسوي فيه؟ طبعا أعطي لي قطاوة رمى الزبالة بدل يخطها في الأرض. منو هذا الرمى؟ اللي قاعد يصورها. يعني خلينا نجي نتفاهم. تعال، ليش تعطي قطاوة؟ عشان يعطينا جربنا. واحد طلع مع سندويتش أكل 3 وباقي 1 تاخذه منه؟ لا. ليش؟ لأنه يمكن في حاط فيه شيء نظيف ما في أي حاجة. يمكن أنا باخذه بس بعطي قطاوة. ما تبغى تاكل تتقرف منه يعني؟ يعني قرف ليه؟ لطيف عزام والله، عمره 10 سنوات. أتمنى الثقافة هذه موجودة عند الناس اللي أكبر سن منه. تاخذه ولا لا؟ بقول له بالعافيه عليك. إذا دخلت مطعم تطلب هل يبقى مثلا ولا؟ واحيانا لا والله. واذا باقي الدجاج طلعت برا خليت القطاع. بطاطس تخلي؟ اي البطاطس تخليه. هو ترى مو كثير انه يبقى، اخذ انا على قد حاجتي اللي ابغاها. يعني 3-4 حبات هذه اللي انت تخليها مع 3-4 حبات حقت غيرك 3-4 هنا تطلع لي 21 طن في السنه كامله. هل يعتبر هدر ولا ما يعتبر هدر؟ والله يعتبر هدر. وش الحلول اللي ممكن نسويها تخفف الموضوع هذا؟ اخذ البطاطس واعطيه احد يحتاج اذا كان جايه ولا شيء. ايش غيرت رايك؟ لاني شفت الكميه كثيره والله حرام يعني. نفر كفاني وباقي نفر، خذ هذا وكله. تاخذه؟ ما راح اخذه. ليش؟ طب يا اخي بيوفر عليك يا اخي، ولا فقع معك فلوس انت؟ اذا الفلوس زايد ايه. دخلت مطعم اكلت مثلا وباقي اكل، وش تسوي فيه؟ بخليه يعني، وش بسوي؟ هل في حلول ممكن نسويها نقلل نسبه الاكل زايد؟ اشوف اذا لقيت احد محتاج طبعا ابى اعطيه، واذا ما حصلت عاد بخليه في المطعم وبطلع. ابدا. 1 2 3 4 5 ارفع صدرك 6 30. كمل. اعزائي المشاهدين الكرام، كان بودي انهم يكسبون، لكن وش كان الاتفاق عليه؟ على 50. 50. كم الاتفاق كان؟ 50. وليش ما جبت 50؟ والله تعبنا. انا ما تعب، انا صراحه اليد. سلامتك يا اخي، سلامتك والله. دام يدك لا والله ابشر، عنده اصابه في يده. انت سويت الذي اكثر منه، نسمح له. وهذا ندل على يعني اخلاقك العاليه. ولكن نرجع في النهايه للقانون. 50 ما جابوها. العاده تطلب بروست تخلصه؟ بالعاده اخلصه بالعاده. لا. والباقي وين تودي؟ والله اعطيه الحيوانات يعني. اكل قطعتين وباقيه، قال لك خذ، تاخذه منه؟ لا. ليه؟ مره ما اخذ شيء مو بلي. بعض الاحيان يزيد عن حاجتي ولا يشيله معي احطه في البيت ولا اعطيه حق البلديه، قايل لك ولا تصدق به يعني. كله يكون بشكل كويس. اهلا وسهلا. تراني انا ملقوف ادخل في الناس كذا عرض. كيف حالك؟ الله يحييك بخير، الله يسلمك. بشرني عنك. ابد نورتنا المكان، طال عمرك. موسمنا الخامس نتكلم عن حفظ النعمه. الاكل الباقي في المطعم وين يروح؟ احنا متعاملين مع جمعيه خيريه تجينا بشكل يومي وتشيل الطلبات الباقيه. نتصل بالجمعيه واسمع منها. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اخوك محمد الشبراني من قناه عنب، كيف حالك؟ خير الله يسعدك. قبل لا اتكلم او اقول اي شيء ابغاك تعرف بنفسك. من معي؟ معك ياسين القرعاني، موظف جمعيه حفظ النعمه. طال عمرك. انا الان في مطعم العوجه، فانا ابغى اسمع منك الان، هل الكلام هذا صحيح انه يوميا تاخذون باقي الاكل الموجود في المطعم؟ صحيح، احنا عندنا تعاقد مع مطعم دار العوجه. تقريبا كم اسره ممكن تستفيد من فائض الاكل اللي يروح وتاخذونه يوميا من المطعم؟ على مدى يوم تقريبا 25 اسره الى 30 اسره. طال عمرك. ما شاء الله تبارك الله. كل صنف مثلا لحاله. شكرا لحفاظكم على هذه النعمه. شكرا لكم والله، شكرا لكم. انا صراحه من اول اللقاء في شيء ودي صراحه اقعد يعني كذا اتلقف فيه. ولي تسمح لي اتلقف هنا شغله؟ ايه طيب بتلقف. اعزائي المشاهدين نروح فاصل ونرجع لكم. هذا الورع البثري اللي شاف شيء ما يخليه. يلا. توقعون اني واقف عند مكتب الوكيل في المدرسه؟ لا والله، بس الواحد حشرني هنا قبل شوي عشان تعرفوا اني الشغل نظيف. شوفوا ايش قال لي. ايش اسوي؟ قطرز لازم ايد اركب. ليش هذا هنا سوي اكل؟ هذا في بكتيريا، لازم اكل نظيف عشان الماده اللي تطلع للناس تطلع نظيفه صدق. انا في جمعيه خيرات لحفظ النعمه، يعني شوف النظافه. انا صراحه والله يعذرنا، ما كان قصدي اتلقف ولا شيء. يا هلا يا مرحبا، حيا الله اخوي محمد. يا هلا وسهلا. شلونك؟ طيب بخير الله يسلمك. بغى يجلدني واحد قبل شيء، يقول له اطلع يا اخي هذا والله لا اوريك شغلك برا مو هنا. اكيد طبعا لازم اتخاذ الاجراءات الاحترازيه لان هذا فائض طعام وحساس جدا. وش الوسائل اللي تستقبلون فيها الفايف؟ عندنا فيها عن طريق السناب وعن طريق الانستغرام. اغلب المجتمع يبحث عن طريق جوجل جمعيه خيريه، فيطلع له جمعيه حفظ النعمه. سامع نطلع الحسابات تحت على اساس الناس تعرف وش آلية التواصل. احنا ما نستقبل الا الفائض الصالح،
لها معايير معينه، الوقت ودرجه حراره الطعام، والفائض له كم من وقت مضى، وش نوع الفائض يكون، لان بعض الفائض ما نقدر يعني نتعامل معه ولا نقدر نسوي له اعاده تغليف ولا توزيع مره اخرى، على كذا حنضر الاسر ونضر المجتمع. نبدا استلام الفائض بمواد تشغيليه خاصه. الستيل ميزته انها يحافظ على درجه حراره الطعام، هذا اللي نوزع فيه للاسر. هذه يسمونها اوعيه للسوائل اللي هي علب الفول، الجريش، القرصان. الحين بعد ما نستقبل الفائض ناخذه ونحطه في ثلاجاتنا الساعه 12 بالليل 1 بالليل، ما حد صاحي بيستقبل الفائض. هذا الفائض حق امس الشباب يعني اخذوا طبعا اللحم الحال، نفصل الرز عن اللحم، نفصل الخضار عن الرز بعد. الحمد لله ان الله سخر الجمعيه هذه، ولا كان هذا بيروح الله يعزكم بالزباله، عشان تكون الصوره واضحه. بس عندنا فريق بحث اجتماعي جاهز، بتجيهم رسائل قبلها بيوم سيتم توزيع الوجبات. الجمعيه برضو تستقبل الدعم، الله يجزاهم خير، من بعض الجهات يوفرون اللحوم، يوفرون الدجاج، ويتم حفظه في الفريزر عندهم. هنا السلطات الحلويات يتم فصلها عن الاكل الساخن نفسه. هذا من المتبرعين، المطاعم كلها وفنادق، مدة صحتها يومين 3 ايام تجلس، ما دام في الثلاجه محفوظه مكيسه تحفظ. احد السلطات فاضل المناسبات كلها غير ملموس طبعا. هذه خلي على جنب محمد، حطها على جنب. حسب المعايير مقاييس من هذا الدواء والغذاء. اللحم الطازج مده الحفظ حقه، المطبوخ كم يحفظ، هذا بعد المرحله اللي هي تحفظ تبريده، يتم الان تسخينه غير ملموس طبعا، كلها غير ملموس نظيف، ما يعني لم يتدخل فيه اي ايدي بشريه. طبعا هنا التغليف بيكون عليه اللي هو تاريخ الوجبه، مده صلاحيه الوجبه. كم مدتها محمد؟ كم؟ هي تقريبا في نفس اليوم. هذا الان الباميه، هذه اللي هي السوائل، الباميه، الادامات. وايضا استلال هنا للوجبات اللي جاهزه منظمه للتوزيع للاسر. شوفها هنا الصناديق عندنا موجوده، يعني بيوصلك اليوم باذن الله وجبتك ممتاز وانت مروق، يلي في البيت تحتري الوجبه. الله يجعلها لوجه الله، وبيض الله وجه الشباب هنا على جهدهم اللي يقومون فيه. شوف النظافه، صراحه المعايير اللي قاعد تسوونها انتم اكيد هذا يعني بفضل الله، ثم يعني بجهود الداعمين. خلي الداعمين يعرفون دراهمهم وين تروح. الجوده والاحصاء وش مهمتها؟ احصاء الوجبات اللي تخرج من المعمل يوميا، واستقبال الفائض، كم الفائض اللي داخل عندنا وكم خرج من عندنا من المعمل. وش الحكمه؟ الحكمه هذه الاحصائيات يحتاجوها الداعمين اللي هم قائمين على هذا العمل، يعرفون وش اللي صاير في وجباتهم، وين دعمهم يتوجه. يعني شوف تنوع الاصناف اللي قاعد تشوفونها، شوف كميه الاكل اللي قاعد توضع في العلب، تنوع الاصناف بشكل كبير ممتاز، فوق 30-40 صنف موجود. لكم ان تتخيلون هذه لو الجمعيه ما هي موجوده هذه كلها بتروح في الزباله، والله العظيم. ما هذا يخليك تطرح 1000 تساؤل. طيب افترضنا الجمعيه ما هي موجوده، الله عز وجل ما بيسالنا على النعمه هذه كلها وين تروح؟ هنا يكون قسم الاكلات الساخنه، اللي تلاحظ ما في اي تبريد. هنا بيكون في ثلاجه يتم فيها تبريد السلطات، الاشياء اللي تحتاج لتبريد. اوه هذا اخوي اذا اللي زبدني يقول لي البس، ودي يا شيخ اضرب، بس خلاص ما بقى اسوي شيء. اوريك شغلك الحين انا. الحمد لله. ليش يقول لي يلبس؟ انا الحين برا يلبس الحين. بسم الله، الحين بدا التحميل. الان هذه المواد السائله يعني من ادامات، من شوربه، من الى اخره. الشغل يعني في ارهاق، في تعب صراحه صدق. والله الشغل راحه وفي نفس الوقت فعل خير، وكفعل خير يعني تحصل من هنا دعوه ومن هذا يدعي لك وهذا جزاك الله خير وهنا راتب. يعني انت حسيت بالشيء ذا ولا كلام قاعد تقول؟ لا والله العظيم مرتاح نفسيا. والله انا معطيك انسان يقول الله يرزقك، الله يعطيك العافيه، الله يبارك فيك، يعني تحسها والله ما اشتي راتب، اشتي افعال الخير بس. في ناس قسما بالله شايب يبوس راسك، يقول يا اخوي انا عندي 20 فرد البيت اتمنى الوجبه الواحده، واللي هو كبير بالسن واللي ما عنده مواصلات نطلعه للمطبخ. والله الواحد بعض الحين يدور دعوه بس صادق الشخص تجي كذا بس الله يفرج عنك. والله وش اللي بيجيك وتصادف باب استجابه. الرجال بالقدور بالقسطير بالستانلس ستيل النظيف مستعد لاخذ فائض طعام جاي. اول شيء يتم اختيار الموظفين بعنايه، انه لازم يكون لها الرغبه في عمل الخير. لو قلت لك الخميس والجمعه الوجبات اللي تجي كفائض كم تطعم اسره؟ فوق 1500 اسره. انتم جمعيه واحده 1500 اسره، غيركم في الرياض يمكن تقريبا في 4 جمعيات، صح ولا لا؟ صحيح. لو قلت 1500 ضربتها في 5، لو حطيتها في شهر 225 في الشهر 225,000. تسمح لي اضربها في السنه 2,700,000 وجبه. لو الجمعيه والاصدقاء والزملاء في الجمعيات الاخرى ما هم موجودين 2,700,000 وجبه كلها راحت، الله يعزك في الزباله. صحيح. هدر. احنا يوميا حدود تقريبا من 5 طن الى 8 طن نستقبل من الخضار والفواكه. لا اله الا الله. كم اسره تستفيد من الخضار والفواكه خلال اليوم؟ تقريبا حدود يمكن 150 اسره. طيب ضرب السنه 54,000 اسره، هذا خضار وفواكه بس. اكيد. يا رب لا تحسبنا على تقصيرنا. اللي مو بحريص على النعمه هذه
يقول روح طشه في الزباله. لو الوعي هذا موجود، الهدف هو وعي المجتمع، لأن الله عز وجل بيسألنا عنها. والله إذا الفاقر هذا اللي موجود ما يدري إن الله بيسأله، لا تنسى بالله كور اللحم ترى نفسي فيها أخوي، كذا قلت حاولت في عيا ما يعطينا، بس كذا كور رحمة على جنب وبشمل أبد خلاص ما عندك مشكلة. أعزائي المشاهدين انتهت الحلقة، فارق أنتم بكاميرتك، مشينا محمد كور اللحم لا تروح. مع السلامة يا حبيبي، مع السلامة.